السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي حبيباتي غالياتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. الفيديو هذه إن شاء الله كامل تلقاكم هانيين ومهنيين وفي تمام الصحة والعافية يا رب. اليوم أخواتي بغيت نشارك معكم هذا الفيديو اللي هو فيديو مغاير تماما عن الفيديوهات السابقة. أخواتي بغيت نشارك معكم هذا العفسة ولا هذا الشيء اللي بغيت نتقاسمه معكم، اللي هو المصروف. كيفاش نديرو البيت تاع الخزين بشكل مبسط وبمقدور أي وحدة أنها ديره من القليل من مصروفها الشهري، مصروفها الأسبوعي، أو إن شاء الله أخواتي هاد العفسة ولا هاد الطريقة إن شاء الله توصلكم وتجربوها معايا. أنا غادي نجرب معاكم، وغادي أنا تاني مبتدئة في هذا الأمر. كنت نقلع هاكا، نقلع الزيت، نقلع لاتاي، نقلع حويجات هاكا، ودروك أنا بغيت نديره معاكم في جميع المواد الغذائية وحتى المواد التنظيف كما راكم تشوفوا أمامكم في الصورة. بغيت نحطهم هكا أمامكم غير باش تعرفوا باللي هاد البيت الخزين ولا هذا باش نخبوا شوية شوية من ندسوا هاد المصروف تاعنا بشوية بشوية بالقليل، ولو بالملعقة كما قلت لك وحدة، نعبروا بالفنجان بالملعقة وندخروا حتى اللي باش ما نحصلوش أخواتي، باش ما نتغبنوش في حياتنا، باش نديروا بيت خزين اللي يساعدنا وينفعنا، خاصة اللي أزواجهم يخدموا ويباعدوا، اللي يخدموا يجوا بالشهر، كاين اللي يخدم شهر ويرجع الزوجة تاعه شهر. في هذاك الشهر اللي يغيب فيه ربما تحتاج هي أشياء للدار، الوصفات تاعها، تبغي ديري وصفات، تبغي ديري حاجة يجيك ضيف على غفلة، تلقي عندك هذاك البيت الخزين المصغر اللي غادي تستافدي منه، وغادي بالوقت إن شاء الله يولي بيت خزين وعليه الكلام، يولي بيت خزين كبير مع الوقت. أخواتي اللي بغا توجد رمضان بشكل كي نقولوا بسيط وغير مكلف، اللي بغا توجد الضيفة، اللي بغا توجد أخواتي العرس، عندها عرس تاع ولدها تاع بنتها، دير هاد العفايس غادي يخرجوا عليك بزاف إن شاء الله، ويخرجوا عليا تاني. أنا راني مبتدئة في هذا الأمر. دايما كي نمشي عند الوالدة وتسقسيني تقول لي هضره كانش ما درتي، كانش ما دسيتي، كانش ما نقول لها ودي والله ما درت والو، والله ما عيا تقول لي انت يا صاي كاع ماكش نسى نتوما. كيفاش باغا تولي مرا وفي دار وانتي ماكيش داسه حتى عوله تاع ضيف، حتى عارة تاع سيمانه. وفعلا عندها الحق في هذه، أنا ما نكذبش عليكم صراحة. يعني بكري كانوا نساء بكري من هذا الشيء اللي كانوا يدسوه من الشيء القليل شوية 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 كانوا يديروا حوايج كبار. أنا نقول لكم باللي المرأة اللي تقول لي باللي راجلي هو اللي يصرف هو اللي متكلف بالقضيان، أنا واحدة من هذا النساء. نقول لك باللي باش ما تحصليش، باش كي يجيك الضيف ما يصفرش وجهك، بالعكس تلقى هذوك الحوايج يحمروا لك وجهك فقط. ترى تقولي لي بلي انا ما عنديش مصروف في يدي يتزايد لي ونقضي منه حاجه واحده اخرى، ولا أنا نقول لك بلي وفّري باش تحمّري وجهك، هذا ما كان، وتفرحي ويغيب الزوج تاعك تلقيه باش تسدّي هذاك الحاجة هذا ما كان. أخواتي نتمنى إنه هاد الكلام يوصل ويلامس قلوبكم وتفهموني واش راني نقول. غادي نشارك معاكم هاد الأمر بالتطبيق. دروك أنا راني موجدة واحد العلب اللي ندير فيهم مصروف، وجبت علب صغار اللي غادي ندخر فيهم. ماذا بكم ما تكلفوش على رواحكم، واحد ماشي شرط يمشي يشري بقال، يمشي يشري علبة بهذا الأثمان. قادرة علبة تاع شوكو فرغت لك ديري فيها، قادرة باطا كيما كتشوفوا هذيك تاع السمن اللي كتشوف فيها تلموهم وتنقصوا فيهم من الحاجة اللي تكون ترفد رطل. أنت على حسب مصروفك تكون ترفد رطل، باغا تلحقي الكيلو، باغا كيما أنا نجيبو هاد الصوالح الروز والعدس واللوبيا يجيبوهم لي بالرطل، ما عدا السكر خاطر تجيب لي تاع 2 كيلو، خاطر تجيب لي تاع 5 كيلو، على حساب، خاطر تجيب لي تاع كيلو، جيب لي كيما هكا 2 كيلو ولا تاع كيلو، كل واحد وعلى حساب طريقة تاع القضية نتاعه. كيما راكم تشوفوا في كل شيء ديريها في الملح، في الخل، في الماء زهر، في كل شيء. أنا راني حاطة هنايا الروز هذاك الأبيض، روز المفور، عدس، لوبيا،
سكر، هنايا السمن، الزبدة، شوربة، ملح، كلشي، كلشي، كلشي لازم. عاد الفوالح هنايا ما حطيتهمش مازال، دوك نزيد نوريكم الطماطم، ديروها في الهريسة، دوك نوريكم الهريسة والطماطم والمربى، سوا تاع مشماش تاع خاصةً اللي يشرو هادو اللي يشرو البواطة تاع الكيلو، تنقّصي وترمي في الكونجيلاتور، نهار اللي تحبي تجبديها تلقيها تنفعك. أخواتي كيما العسل، قادرة تخدمي العسل مثلًا، تخدمي كيلو تقلعي منه باطة، ماهوش شرط تكون عامرة بزاف، قادرة تحتفظي بديك الباطة هاذيك الصغيرة تاع العسل، تقلعي منها شوية، ولا تكوني تشري بالبيدو الكبير تقلعي منه، تنقّصي، خاطر تجي ديري مبسس لولادك، تجي تعسلي حاجة هاكا ولا سيجار ولا حاجة ولا أي حاجة خفيفة، تجي تطليه غير مسكوتة، ما تلقي والو في الدار، ما تلقي عسل، ما تلقي كونفيتور، ما تلقي. الواحد كي يكون داس حاجة كيما تاكل عليها أفضل وأفضل. بعض الأحيان الواحد يجي يدير كران، كيما حنايا أنا صراحة ما ياكلوش كران، أنا ما ناكلها لا الزوج تاعي بدون هريسة، ودوك راهم لحقوا الصغار، تاني ما ياكلوا الهريسة مع الكران. كي ما نلقوش كران صراحة تبحر لك كاع، عفوا ما نلقوش الهريسة، تقيسي هذاك البقال صغير، تقيسي فيه دوك زوج مغارف تاع هريسة، والله العظيم لا أحسن من والو، خير ما يجي هذاك البقال ومن بعد تبانلك بلي راهي صايب، بدات شوية تحماض، بدات كدا، بدات النصف. أنا خاطرات يجيبوا لي ديك تاع الرطل نحتفظ بالنصف في الكونجيلاتور، والنصف الآخر نديرها في البقال، نديرها شوية تاع الزيت من الفوق ورانا ناكلو منه. المهم نمروا مباشرة أخواتي نشرح لكم هنايا كيما نشرح لكم في الزبدة. أخواتي أنا عندي مثلا باطة تاع سول، نجيبها نقسمها على النصف، باش أنا كي نبغي ندير عبر تاع كاطو ولا نصف العبر نلقى روحي عابرة كيما راكم تشوفوا على النص بهذه الطريقة، نص ندسه ونص نستهلكه. نبغي ندير في بيري، نبغي ندير في روز، نبغي ندير أي طبخة. كي نجيب الباطة الأخرى نفس الشيء ونجمعهم في باطة واحدة، ومن بعد كي نجيب الباطة جديدة ندسها، وهادوك زوج قسمين هادوك اللي كنت قسمتهم ودسيتهم واستعملت قسمين، قسمين دسيتهم، نجيب هادوك القسمين اللي دسيتهم والباطة جديدة نحتفظ بها في بيت الخزين. هذه أول حاجة. كيما العدس هنايا أخواتي راكم تشوفوا في العدس هنايا راني قلعت مرتين، كي تجي الباطة نقسمها على 2، القسم الأول ندسه والقسم الثاني نطيبه. هنايا عندي قسمين، هنا عندي قيمة مرتين، أنا ما ناكلش العدس بزاف، ما عنديش عائلة كبيرة، وعندي اللي ياكل وعندي اللي ما ياكلش العدس. كيما هاد البطاطا دروك غادي ندسها مباشرة تمشي لبيت الخزين مع بطاطا الزبدة، العدس هذاك اللي غادي نوصيهم كي يجيبوا لي نبدا تاني نقص من جديد باش نعاود ندير باطا كيما هذيك راك تشوفوها، وما تبقاش داري فارغة من المصروف. كل خطرة ندير حاجة حتى اللي نلقى روحي خلاص مجمعة من كل حاجة شوي. مثلا كما كتشوفوا هنايا ما زهر والخل، ندير فنجان صغير ونجيب قريعات، قرعه لازم تكون تاع ما زهر، كي تخوي لك قرعه ما تقيسيهاش، الخل نفس الشيء، نقص بالفنجان في هذيك القرعه وندسها، كي نعاود نصرف نفس الشيء نفس الشيء حتى النهار اللي نجيب القرعه جديده ونقابل القرعه الاخرى عامره، هذيك اللي كنت نقص فيها نجيب القرعه اللي كنت نقص فيها نستهلكها، والقرعه الجديده هذيك ندسها في بيت الخزين. كما راكم تشوفوا نقلع غير هذاك الطريف اللي جاي الفوق، نقسم القرعة على 3 ونقلع هذا مكان. وهنا نمروا الخميرة، الخميرة كتشوفوا عندي 6 تاع الباكيات، أنا من هادو 6 نقلع 2 ندسهم، وهادوك 4 نخلي نستهلكهم. نعاود كي نعاود نشري تاني نفس الشيء، يجيبوا لي 6 ولا يجيبوا لي 8 تاني ندس 2 والآخر نستهلكه وهكذا. ومن بعد أخواتي لازم تراعوا لادات، لازم مدة الصلاحية نخمو فيها بزاف ونراعوها نعطوها حقها، لأنه إلا قعدنا غير ندسو وما نراعوش للصلاحية نلقاو رواحنا غادي على ما جاي نستهلكو حوايج بيريمي، سورتو الخمارة هذه تاع الحلويات وكل شيء ما لازمش ننساو رواحنا فيهم. شوفوا هنايا الخمارة تاع الحلويات ندس مرة 4 مرة 2 مرة 2 حتى نلقى روحي دايرة كاع كمية كبيرة. المرة الجاية كي يجيبوا لي جديد ندس جديد، وهادوك اللي كنت دستهم من قبل نجمعهم على بعضهم نستهلكهم. هكذا نجي ندير كاطو،
نجي ندير مسكوتشة نلقاها قدامي. هنا أخواتي نفس الشيء المقارون، هنا غادي نوريكم كيفاش كاع ندير نقّص. هنا راني نسيت ما جبتش مقص، غادي نفتح معاكم هاد العلبة نتاع المقارون، المقارون العادية. شوفوا هنا أخواتي أنا عندي هاد الفناجين، عندي هذا صغير وعندي هذا كبير. الصغير هذاك ماهوش كاع صغير صغير، غير شوية متوسط. هنا أنا غادي نقلع بهاد الكبير، شوفوا هنايا نقلع هنايا قيمة فنجان كبير. هاد العلبة تاع المقارون فيها كيلو، اللي عندها غير العلبة تاع رطل دير غير بالفنجان الصغير وعلى حساب العائلة. هنايا جيبوا هاد العلب اللي ما يكونوش كبار بزاف، كي تلمي فيها قيمة الرطل هكا ولا زواد شوية. غادي كي تعمر لك هذا وتجيبي الباطة الكبيرة، عفوا الباطة المبلعة جديدة، دسيها وتستعمليه هذا اللي راكي عمرتيه من شحال من قضية. كل ما تقضي تعمري منه فنجان وهكذا حتى اللي تلقي روحك درتي البقال هذا عمرتيه وغادي تدسي من وراه الباطا هذيك جديدة. وهاد الصوالح يبغوا الصبر والمثابرة أخواتي، حتى حاجة ما تجي بدون صبر بدون مثابرة. وديري بين عينيك هاد العفسة، لازم ديريها بين عينيك وما تنسايش باللي كل ما تجي تحلي باطا تاع شوربة تنقصي، باطا تاع عدس تنقصي، باطا تاع روز تنقصي، علبة تاع صابون تنقصي، قرعة تاع كيما قلت لكم قرعة تاع إيزيس تنقصي نفس الشيء. هنا أخواتي كما تشوفوا غادي نجيب العلبة الكبيرة اللي نفرغ فيها اللي ما تبقى من المقارون، هذيك المقارونة اللي غادي نطيب منها. هذا هنايا البقال الكبير هو اللي غادي نستعمل منه في الطياب تاع دايما. والبقال الصغير نغبره لازم ندسوه، ما نوروه حتى الواحد ما نخبروا بهذا الطريقة أو هذا الأمر. المولى دارك لازم ما تقوليلهش راجلك خاص هاد الحياة تكون في السرية ما تخبريهش بها. والبقال هذاك الاخر دسيه تحتفظي به في خزانتك في تحت البوطاجي وين ديري دوزانك وصوالحك. ايوا هكا خاطر كون تخبريه غادي تحصلي. كل ما تقول له خاصني ديك الحاجه يقول لك شوفي كاش ما راكي داسه، جيبي كاش ما راكي داسه، ما غاديش تنجح لك العمليه. فهمتوا؟ هنايا اخواتي غادي نجيب هاد العلبه وندير نفس الطريقه مع الشوربه. دوك نفتح هذيك الباطه تاع الشوربه. خواتي كما كتشوفوا المصروف تاعي عشوائي باش تقولوا بلي راه دير بيبليسيتي ولا انا خاطيني ما ندير لا بيبليسيتي لا والو. المصروف تاعي راه مخلط من كل حاجه من ماركه. انايا جبت مقص باش حليت هاد الباطه باش نوريكم تاني نفس الطريقه. شوفوا اخواتي هنايا غادي نجيب باطه صغيره وباطه كبيره. باطه صغيره كما قلت لكم دائما تكون ترفد رطل فوق رطل شويه. غادي نجيب فنجان، شوفوا هي بنفس الفنجان اللي عبرت به مع المقارون، ونفس الشيء غادي نعبر به الروز، نعبر به العدس. اللي عندها بغا تعبر العدس، انا العدس قبضت له قلت لكم ندير نص الباطه والنص الاخر ندسه. ايوا شوفوا هنا يعني فرغت الفنجان، هذا فنجان على الاقل ينفعني ندير به خطره. كل ما نجيب باطه تاع شوربه ندير فنجان، وهكا حتى اللي نعمر البقال تاعي. وبنفس الطريقه كما قلت لكم من نعمر البقال تاعي ونجيب باطه تاع شوربه غادي ندسها في بيت الخزين ونجبد البقال تاعي نستعمله هكا باش نحاربوا حتى البريماسيون تاع عفوا الصلاحيه تاع لادات تاعنا ما تفوتناش وما نتغبنوش. نمروا نشوفوا حاجه واحده اخرى. اخواتي كما كتشوفوا انا عندي هاد الباطه تاع الملح راها شويه راها مطردقه من بلاصه وراها تقريبا راها سايله في هذيك البورصه كما كتشوفوا. غادي نوريكم هاد العفسه اللي نديرها انا دائما. انا هاد البيض هادو تاع هوم لايف هادو الصغار دائما كي نشري الملح ولا يجيبوا لي الملح كما كتشوفوا غير حجم صغير ماهوش حاجه كبيره. نقص هذا نديره ريزيرف دائما نعس به روحي هذا نخليه كاع ننساه. نهار اللي نضرب عليه الملح وما نلقاهش نلقى هاد الباطه هادي كي الحسنه نلقاها تنفعني. والملح لازم في المصروف واحد ما يجيبش غير باطه، دائما من الاحسن تجيبي زوج بيض لانه نستهلكوه بزاف وما نفيقوش به حتى نلقاوه كمل. هاكا اخواتي حتى ما تحصليش والملح ما جاياش ابسط حاجه في الدار تغيب من الدار تقعدي اون بان منها ماهيش حاجه مليحه. هنايا نحل هاد الباطه هي راه مفروعه من تحت غادي نعمر هذاك البقال. شوفوا هنايا اللي عندها الملح حرش تغرب له الحرش ديره في بقال تخليه للتنظيف. والرقيق هذاك الرطب ديره طيب به.
هاكا أخواتي نديروه مع جميع المواد تاع الغذائية عفوًا ولا مواد التنظيف، كل هاد المواد الغذائية وفيه بزاف حوايج ماناش موفّرتهم، كيما السباغيتي ما حطيتش أنا عندي وما جبتهاش، كيما كلشي لازم تقلعي منه، أخواتي كيما كتشوفوا البقال كيما هاكا غادي نحتفظ به مع المصروف، هذاك اللي نديره في البيت تاع الخزين باش كي نسحق نلقاه، هاكا الملح ضروري، كيما تعرفوا البطاطا تعمر حتى ل2 باقيل، بقال نستعملوه بقال ندسه هاكا، السكر غلاس نفس الشي. هنايا السكر أنا هذه تاع 2 كيلو، النُص درته في البقال اللي نستهلك منه والنُص هذا هو. السكر نفس الشي نقلعو منه بالفنجان، القهوة نفس الشي كيما كتشوفوا الفنجان هذا نعبّر به كلش، ندير باطة وندير فيها السكر، ندير باطة وندير فيها القهوة، هذه هي. حتى ندير من كل شي، لازم ندير بيت خزين متنوع من كل شي، كيما الفلوط زوج بيض دسيها. كيما الزبيب تجيبي زبيب قلعي حبة دسيهم، البرقوق نفس الشي، هاكا بشوية حتى تلقى روحك كلشي جمّعتي منه، كلشي دسيتي منه. هنايا أخواتي كيما كتشوفوا اللوبيا، أنا اللوبيا نستهلك هاد الباطة كاملة نشمخها ونديرها، اللي ماهيش عايلة نعطيكم نصيحة، تشمخيها كاع، تغسليها تشمخيها من بعد اللي تشمخ تحتفظي بها في المجمد على قسمين، الباطة هاذيك القسم تاكليه وقسم تدسيه، تعاودي الباطة جاية هاكا، قسم تاكليه وقسم تدسيه، الباطة الثالثة ديريها في بيت الخزين ديريكت تفوتيها لبيت الخزين، لأنه راه عندك قسمين راكي محتفظة بيهم في الكونجيلاتور، غير هادوك تاكلي منهم من تسحقي تعاودي تقولي له جيب وديريه بنفس الطريقة، وهاكا تلقاي روحك جمعتي شحال من باطة في بيت الخزين. هذه هي أخواتي، كل وحدة واش طارتها في هذا الأمر، كل وحدة واش طارتها، واللي طيبه كاع كامل كيما حالتي أنا طيب هذا الرطل كامل نقلع منه بالمغارف، نقلع منه مثلا 3 مغارف كبار، نوتر من الأفضل نوتر خير من اللي ندير 2 ندير 3 خير من اللي ندير 4 ندير 5 وهكا 2 مغارف 3 مغارف 5 مغارف ونلم في بقال حتى اللي نتحصل على الكمية اللي نسحقها للفطور تاعي ولا هذه هي. كذلك بالنسبة للرز، بالنسبة للطعام، بالنسبة للبركوكس، بالنسبة للشيشة تاع الحريرة، للمرمز، للفريك اللي يديروا الفريك، كل هاد المواد أو المواد الغذائية يفوت عليهم هاد نفس الشيء، نقدروا نديروا نفس الشيء معاهم، هذا ما كان ماهيش حاجة واعرة وشتا التعود، ولازم نتدربوا ولازم المثابرة ولازم الصبر في هذا الأمر. أنا أخواتي كما كتشوفوا هاد الباطاني دايرة نخزن فيها القهوة، كيما راكم تشوفوا غادي نفتح هاد الباطة ندي منها قيمة فنجان ونديره فيه هاديك الباطة، الفنجان هذا هو الحجم اللي غادي ندير به ونديره فيه هاديك الباطة، واللي ما تبقى نطيب منه نعاود نفس الشيء حتى اللي يعمل لي البقال، كي يعمل البقال تاني هو بنفس الطريقة نجبده نستعمله وندس الباطة تاع القهوة. أخواتي نمروا المواد التنظيف. أخواتي تفكرت الطماطم قبل ما نمروا لمواد التنظيف، شوفوا هنايا طماطم أنا عندي هذه تاع كيلو كيما راكم تشوفوا دايما ننزع منها بقال ونرميه في المجمد، هنايا هذه الطريقة كي الحسنة، في حالة ما إذا نسيتي ما لقيتيش الطماطم المصبرة ما لقيتيش اللي يجيبها لك من الحوانيت تلقي داك البقال كي الحسنة وهي تقدري ديري شحال من بقال كيما هكا ديري واحد 2 ولا 3 ومن بعد كي يجيك العلبة هذه تمرّي نيشان تدسيها، تخزنيها، تسحقيها كيما قلت لكم رمضان، نضيفة، حاجة كيما هاكا تلقيها ولا غير في أيامك العادية. أخواتي دوك تشوفوا كيفاش غادي نخزنوا الطماطم المصبّرة والطماطم هذه تاع العلبة في الكونجيلاتور. أخواتي أنا كان عندي علبة مفتوحة فتحتها غير في يومين وماش مستهلكة منها بزاف، غادي نديرها أحسن من اللي نفتح هذاك الباطة، كيما راكم تشوفوا هنا أنا غادي نجيب البقال هذاك وندير فيه حوالي 3 ملاعق ونضغط عليهم يهودوا شوية لتحت نديروا عفوا من الفوق شوية تاع الزيت، ونبلعوها ونغلقوا الإحكام، لازم تكون مغلقة الإحكام نرموها في الكونجيلاتور، هاكا ندير العلبة الأولى نقلع منها بقال، العلبة الثانية نقلع منها بقال غير صغير كيما تاع مايونيز الصغيرة،
ولا كيما هذا اللي كنت تشوفوا فيه في يدي هاكا بهاد الطريقة راني نضغط بالملعقة ونهوّد، شوفوا، ومن بعد ندير شوية تاع الزيت ونغلقها بإحكام ونرميها في الكونجيلاتور. هذه الطريقة نديرها مع الطماطم المصبّرة، نديرها مع الكونفيتير، نديرها مع الهريسة. غادي تلقوها كي الحسنة. أنا من نلم 3 باقيل تاع طماطم في الكونجيلاتور نولي كل مرة نجبد بوقال، القوطي اللي نجيبه جديد ندسه في بيت الخزين، هذه هي. مع الطماطم مع المربى ومع مع الهريسة، الهريسة وسيرتو هادوك اللي يجيبوه تعرطل، تجيبيه تعرطل ما غاديش تصبر لك في الفريجدان، غادي تصوف وتخمر وكلشي. مالا تقسميها ديري النص في الكونجيلاتور والنص تستهلكيه. هاتي هنايا باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف، بغيت نختصر لكم. نفس الشيء مع جافيل، مع جل هذاك جافيل اللي نقي به، أنا نقي به التواليت حاشاكم، نقي به لافابو، نقي به نحك به الأرض. مع الغريزيل، مع سائل الملابس، الصابون نغسلوا به الملابس، صابون نغسلوا به الملابس. جيبي مثلا بيدو فيه 2 لتر 5، تقلعيه هذاك النص لتر، دايما تقلعي هذيك النص لتر دسيها احتياط. جافيل، ايزيس، غريزيل. دايما تقسمي القرعة على 3، تخلي 2 تاع الأقسام والقسم الثالث تقلعيه تخزنيه في قرعة. لازم القرعة تكون من نفس النوعية. أو مثلا جافيل تنقصيه في قرعة تاع جافيل، غريزيل تنقصيه في قرعة تاع غريزيل. جل جافيل كيما تنقصيه كيما هكا تعبري قادرة القرعة كيما هكا صغيرة، ماكش باغية تقلعي بزاف، قلعي بفنجان ولو فنجان ما تبقيش هكا. الإزيس السائل تاع الأواني نفس الشيء. الإزيس هذا تاع الغبرة خواتي، كيما إزيس السائل تاع الأواني. كيما راكم تشوفوا أنا عندي قرعة هنا خاوية، احتفظت بها باش ننقّص فيها. شوفوا دايما هذا تقريبا مرة على مرة ندير هاد الطريقة. ونعاود راكم تعرفوا كي تحقي تلقي روحك ما عندكش كلشي تروحي لها مباشرة. هنايا من الأفضل كيما قلت لكم ما تروحيش للقرعة اللي تكوني دازتها، لازم تخليها حتى تعمريها كيما راني نقول لكم. من بعد هاكا تلحقي النص ولا تعاود توصي على قرعة واحدة أخرى وتستعملي هذيك اللي تكوني جمعتيها من قرعة لقرعة. كل ما تجيبي قرعة تقلعي منها، هذه هي. شوف راني نقلع، نقلع هاكا شوية ماشي حاجة كبيرة، تقلعي غير فنجان ومعليش. شوفوا هنايا هاد الطريقة، شوفوا شحال قلعت أنا، ما قلعتش حاجة كبيرة. المهم كيما قال لك قطرة على قطرة تصير قدير، هذه هي. المهم أنني نوصلكم فكرة والطريقة. نظن هذا أطول فيديو في قناتي أخواتي. نتمنى أنه هذا الفيديو وهذا الطريقة أو هذا التدبيرة اللي بزاف من أمهاتنا ومن جدودنا من جداتنا كانوا يديروا هذه الطريقة، كانوا حتى شوية بين الرجال كانوا يستعملوا هذه الطريقة مع نساهم ومع كناينهم ومع بناتهم. هما كانوا يديروا مفتاح ويخزنوا. حنا دروك ما عندنا لا مفتاح لا والو، كلشي راه على المباشر، كلشي على المكشوف. هاد الحاجة وشتا كانت مفيدة بزاف صراحة. يعني جدودنا ما كانوش دايرين هادوك العفايس غير هكا. شوفوا هنايا أخواتي، هادو هنايا واش كنا نديرو قبيلة كاع المصروف هذاك والآخر. إن شاء الله أخواتي إلى فيديو آخر، إلى وصفات أخرى، إلى تدابير أخرى. نتمنى أن هذا الفيديو تكون نالت إعجابكم وتستافدوا معايا وبدوا في هاد العفسة. حتى الكرتونة تاع رمضان تبدا غير بهذه الطريقة. أخواتي إلى فيديو آخر، نقول لكم في أمان الله. ما تنساوش الجيم ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم أخواتي. إلى فيديو آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.